السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد. اليوم غنعطيكم واحد لي كروكيت ساهلين وكيجيو زوينين في رمضان للدراري في الباني. مهم كتقدروا تزوقوا بهم بلاطو الصالي بحال هكا. هما هنا درناهم في الشكل ديال لي ماغنوم ودي كروكيت عاديين مدورين. غنعطيكم المقادير. غنحتاجوا 250 غرام الرز مسلوق، 250 غرام الكفته ديال الدجاج اولا د البقري اولا اللي بغيتو، بصيله وحده مشحره. غنحتاجوا الملحه، البزار، الثومه، شويه السودانيه وشويه راس المعلقه سكينجبير وقزبر ومعدنوس. غادي نسلقوا الرز كما كتشوفوا، غادي نديروا عليه العطريه كامله والكفته. غنزيد هاد البصيله، زدت هنا القزبر ومعدنوس، ثومه محكوكه، البزار، السودانيه او الهريسه اللي بغيتو، راس المعلقه سكينجبير والمليحه نص معلقه صغيره، حيت ديجا سلقنا الرز بالملحه والبزار. واحد كنور ديال الدجاج صافي، وغادي نشحرها بشويه زيت البلديه. بالنسبه لداك الفرماج احمر اللي مقطع طريفات هذاك غنديروه في القلب. صافي هنايا شحرناها مزيان وغادي نطحنوها. انا هنا طحنت هذا الخليط كامل. غادي نزيد عليه بيضه، غنجمعوا بواحد البيضه كما كتشوفوا. غادي نقلبها في بول كبيره باش نقدر نعجنها مزيان. صافي غادي نخدمها هكا مزيان بداك البيض، وغادي نشكلها الشكيلات اللي بغيت، يا اما في المولد الماغنوم اولا كنديرها غير في شي مولد السيليكون ولا غير هكا كنديرها كويرات بيديا. هنا كنديرهم انا في هاد لي مولد الماغنوم، الا كان شي حفله ديال الوليدات صغار اولا كيجيو زوينين، اولا كديرها لهم في الباني. صافي كتعمروا هكا وكتدخلوا هذاك العويد، كديروها تكونجلا في كونجيلاتور. ومن كتكونجلا مزيان كنجبدوها عاد كنديروها في الدقيق والبيض ولا شابلي ونقليوها. اللي كدار في المول ضروري خصها تكونجلا، الاخرى اللي كنديروها غير كويرات بيدينا ماشي مشكل نقليوها ديك الساعه. هنا غادي نشكل كويرات صغيور، كويرات عاديين. كندير شي شويه ديال هاد لاباط وكندير وسطها طريف الفرماج احمر في القلب. صافي كنكورها مزيان وكندوزها في الدقيق والبيض ولا شابيور باش تجيني كروستيون. هنا صافي ها هي تقدات، درناها التقله. كنقدموها مع شي صوص كما كتشوفوا. انا حطيتها هنا مع صوص الجيريان، تقدروا تقدموها مع الصوص اللي بغيتو. صراحه كتجي زوينه بزاف وسهله. نتمنى تجربوها ان شاء الله وديروها تستمتعوا بها ان شاء الله في هذا رمضان بالصحه والراحه. بسلام عليكم.